السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابن فلسطين منير الجعبري. الكثير يسألون لماذا الشعب الفلسطيني وبالذات في مدينة غزة يرفعون علم الجزائر. عندما نرفع علم الجزائر في وجه الاحتلال الصهيوني نشعر بالفخر والاعتزاز، نشعر بالفرح، لأن هناك يوجد لنا إخوان في الجزائر. هذا العلم الذي مات من أجله ومن أجل استقرار هذا البلد 1.5 مليون شهيد. نحن نرفع علم الشهداء بأرض فلسطين لأنه يستحق أن يرفع هذا العلم في جميع أنحاء العالم، لأن هذا العلم رمز الرجولة ورمز العزة والكرامة. وأنا من هنا أقول لإخواني الفلسطينيين: لا تخرجوا إلا وأنتم رافعين أعلام الجزائر في وجه الاحتلال. سنصمد كما صمدوا إخواننا الجزائريين، وسنرفع كل يوم في وجه الاحتلال هذا العلم، علم الشهداء، علم الرجولة. هذا هو رمز العزة والكرامة. وأقولها أمام العالم أن علم الجزائر وعلم فلسطين أكبر من أن يفكر الاحتلال أن يصنع الفتنة بيننا. فلسطين أكبر منكم أيها الصهاينة. إن فلسطين والجزائر أكبر منكم، وأن تزرعوا فتنة بين إخواننا الفلسطينيين والجزائريين. وسنرفع هذا العلم دائما وفي كل مكان في أرض فلسطين. هنا مكانه، ونحن نفتخر ونعتز في غزة وفي الضفة وفي كل مدينة في فلسطين أن يوجد إخوانا لنا يدعون ويبكون من أجل أرض فلسطين. نحن دائما نرفع رؤوسنا بكم أيها الرجال. كل فلسطيني بداخله وبجسده جزائر حر، وكل شهيد فلسطيني بداخله شهيد جزائري. نحن خلقنا حتى نحب بعضنا البعض. خلقت الرجال للرجال، وسنصمد في وجه الاحتلال كما صمدتم بإذن الله. وسيخرج هذا الاحتلال الصهيوني من أرض فلسطين بإذن الله كما خرج الاحتلال الفرنسي. وسنرفع أعلام النصر نحن وكل الجزائريين وكل الفلسطينيين وكل المسلمين بأرض الأقصى عن قريب بإذن الله. البشرى والنصر قريب. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ونحن بإذن الله من أهل الصابرين. ونحن نقولها أمام العالم وباسمي وباسم كل فلسطيني حر. أقول لكم يا إخواني الجزائريين: أنتم رمز صمودنا وعزتنا، أنتم رمزا لنا. وفي كل مكان سنرفع علم الشهداء، ولن نخشى الموت ولن نخشى كلمات الحق بإذن الله. وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة.